اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل انترو بطريقة بسيطة على كاب كات بالشكل ده. بس قبل ما نبدأ فيه اعلان بسيط. لو انت بادئ مشروع جديد وعامل صفحة على الانستجرام، في البداية صعب جدا ان يجيلك فولور، فالموضوع بيطول عشان توصل لاول 1000 مشترك، وبعد كده الصفحة بتبدأ بتشتغل من بعد ما يكون فيها على الاقل 1000 مشترك. فراعي فيديو النهارده هو موقع لتزويد الفولور على الانستجرام بطريقة سهلة وبسيطة. هنفتح الموقع مع بعض بالشكل ده، وهتلاقي رابط الموقع في الوصف. هنضغط على لوجن ويز انستجرام وهيفتح لنا صفحة التسجيل. بعد كده هتكتب اليوزر نيم والباسورد هنا عشان تسجل في الموقع، وبعدين هتضغط على لوجن. هيفتح لنا صفحة تانية بالشكل ده، وهنا هتكتب اليوزر نيم بتاع الانستجرام، وبعدين تضغط على find user name. بعد كده هتكتب عدد الفولور اللي عاوز تزودهم، وتضغط على start، وهيجيلك نوتيفيكيشن بيهم بالشكل ده. استخدم الموقع صح، ما تزودش عدد كتير عشان ما يأثرش على الريتش بتاعك. خلينا نفتح كاب كات ونعرف ازاي هنعمل الانترو. هنضغط على نيو بروجكت عشان نبدأ مشروع جديد. بعد كده هنختار الافكت ده، وهسيب لك الافكت ده في الوصف، تقدر تحمله وتستخدمه لو حابب. ولو حابب تعرف ازاي تجيب الافكتات اللي زي كده، هسيب لك بلاي ليست لمجموعه فيديوهات هتعرفك ازاي تبحث وتجيب ملحقات زي كده. الخطوه اللي بعد كده محتاجين نضيف لوجو او نضيف تكست عشان نعمل بيه الانترو، وهنعمل الطريقتين. خلينا الاول نضيف تكست. هنروح على تكست ونضيف تكست بالشكل ده. مثلا خلينا نكتب جي ار تي. بعد كده محتاج اخلي الكتابه تاخد نفس الافكت، فهنروح على اداه الانيميشن وهنختار الانيميشن ده بحيث ياخد نفس حركه التاثير. بعد كده هعدل في زمن الانيميشن بالشكل المناسب، وحرك برضو بدايه ظهور التكست. ودي النتيجه. بعد كده برضو محتاجين نعمل انيميشن للخروج، فهروح على انيميشن وبعدين اوت واختار الانيميشن ده. ودي النتيجة النهائية. بعد كده خلينا نعمل الطريقة التانية ونستخدم اللوجو. هنمسح التكست من هنا، وبعدين من اوفرلاي هنضيف اللوجو بالشكل ده. لو رحنا على انيميشن عشان نعمل نفس الطريقة اللي فاتت، مش هنلاقي التأثير مناسب بالشكل ده. عشان كده هنا انا هستخدم الكي فريم واعمل التأثير المناسب. بعد كده انا عاوز اخلي اللوجو يكون مختفي في البداية ويبدأ يظهر مع ظهور التأثير، فهحط كي فريم في البداية من هنا، واخلي الاوباسيتي 0 بالشكل ده. بعد ثانيتين هحط كي فريم تانية، وهنا هزود الاوباسيتي بالشكل ده. ودي النتيجة النهائية. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في امان الله. اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير.